نعم. حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايب قلب ام ادم. مش عارفة ليه التليفون معاكس معايا، عمال يجيبني مش راضي يجيبني وش كده، ان انا اتحكم في التليفون يجيبني شمال او يمين. مش عارفة بقى، يوسف ابني اللي عارف، بس هو ايه بيلعب كورة بره دلوقتي مش موجود معايا يا حبايبي. دلوقتي انا بصور يعني ايه, قلب التليفون الناحية التانية، وابني اللي بيمشي هو اللي بيصورني بس على الستاند. بس انا مش عارفه والله بجد، يعني انا عايزه اشوف برضو عشان ابقى اشوف نفسي واجيب الكاميرا شمال ويمين. انا موقفاه اما يجيب لي فيه عيب في التليفون يا حبايب قلبي. النهارده هنعمل اكله سريعه جدا يا حبايبي، واكله جميله جدا جدا. طبعا احنا الزيت غالي زي ما انتم عارفين، وطبعا ازازه الزيت وصلت 70 و80 جنيه، وانا دي ما بهزرش وانتم عارفين طبعا كده. وهنعمل النهارده قرنبيط يا ام ادم بالطماطم. انتوا عارفين يا حبايب قلبي وعارفين ان انا ما بهزرش. دي طبعا عارفين بتتعمل بطماطم، وبتتعمل صواني في الفرن، وبتتعمل كل حاجه يا حبايب قلبي ام ادهم. طب انت عملتها ازاي يا ام ادهم؟ انا قطعتها زي ما انتم شايفين كده اهو، وحطيت ايه سلقتها نص سلقه مع معلقه ملح على معلقه كمون ومعلقه سكر. وانتوا عارفين السكر ما بيضرش يا حبايب قلبي ام ادهم، ماشي. طبعا انا سلقتها اهوت نص سلقه. خدي بالك يا حبيبه قلبي، دي بتتسلق نص سلقه عشان هي هتتسبك في التسبيكه، ماشي، زيها زي الخضار. ماشي. هنعمل جنبها ايه يا ام ادهم تاني؟ هنعمل جنبها رز ابيض يا حبايب قلبي ام ادهم. ادي الرز بتاعنا اهوت، والشعريه بتاعتنا، وضربين الطماطم، وهنعمل الطماطم عصير الطماطم اهو يا حبايب قلبي، ماشي. ودوت يا حبايب قلبي ام ادهم بصلايه، بصلتين حلوين عملتهم قطعتهم، دي اللي هنزل بقى بالتحمير. ومعاهم ايه تاني؟ معاهم قرنين فلفل رومي، وفصين توم، 3 فصوص توم كده يا حبايبي بالعدد. طبعا القرنبيط معروف انه بيتحط له توم، ما احنا لما نيجي نحمره بالبيض، وبنحمره بالخضره بتاعتنا، بيتحط له مع الخلطه بتاعتنا توم، صح يا حبايب قلبي؟ يلا بينا بقى ايه، نخش بقى على اكلنا كده. انا كنت زمان خلصت يا حبايبي، بس انا زعلانه التليفون مش راضي يجيبني، زعلان منه هو روحه، مش عارفه ليه يا حبايبي. يلا يلا، الحمد لله. في ناس بتتمنى لكم الخير، وفي ناس بتتمنى لكم الشر، ودايما انا قايله لكم العين تملي عليا يا حبايب قلبي. انا العين تملي عليا، والله العظيم تملي العين عليا. دي سمنه يا حبايب قلبي اهوت، هنزل بمعلقه سمنه عشان احمر البصله بتاعتنا اهو. حطينا كده حبه سمنه حلوين اهوت. ودي البهارات بتاعتنا يا حبايب قلب ام ادهم. هتحط لها ايه يا ام ادهم؟ هنحط معلقه فلفل اسمر، معلقه اللي هي 7 بهارات يا حبايبي، 2 ماجي، بصوا اهو، معلقه شطه صغيره، ومش عايزه تحط شطه ما تحطيش، معلقه ملح، معلقه كمون، معلقه سكر. السكر ده عشان ما تحسيش ما تنفخش البطن والغازات والحاجات ديت يا حبايب قلبي. والسكر مش مضر وانتوا عارفين، السكر ده جميل جدا وبنفيده في كل حاجه. يلا بينا بقى، يلا بينا. اهي احنا حطينا السمنه بتاعتنا اهو. لا واحنا هنعمل دي بس كده يا ام ادهم؟ لا، هنشغل نفسنا يا حبايب قلبي. يلا بينا هنطبخ الرز واحنا قاعدين على العين التانية. عارفين العين دي بتتعبني ليه يا حبايب قلبي؟ هقول لكم العين دي بتتعبني ليه. علشان انا بطبخ على دي اكتر. العين دي مريحاني مصطفى، انا النار جايه وكله ماشي. كمان اللي بطبخ على العين دي يا حبايب قلبي، هي دي مريحاني. اجي بقى هنا عشان من زمان ما بطبخش كده قليل لما بتفتح معايا. ادي السمنه الجميله، ننزل بقى على الطماطم. بص البصل بتاعنا الجميل اهو يا حبايبي. كان نفسي اشوف نفسي وانا بصوركم كده، تصفيه كده وحاجه جميله يا حبايبي بقى. وايه مش لا لسه زيت بقى ومش عارفه ايه، لا دي انتوا عارفينها، دي بتتعمل برضو بالاكل. انا خايف بس يقع من النبي يا مصطفى، مش لازم تمسكوا ده، ما انا جايه خلاص. ماشي يا حبايب قلبي اهو. بصوا هنطبخها انا عيالي، انا اول مره بصراحه اطبخها لهم، وهم مستغربين. ده والدي اللي قال ايه نعملوها 1 2 3، قلنا له مش طبعا انا عارفه انها بتتعمل بالطماطم. ماشي بس انا جايه كويس. القرنبيط بيتعمل بالطماطم يا حبايب قلبي اه. قلت لهم طب اللي يخاف منه ما يجيش احسن مني، هنجرب، واللي يجرب كلنا نتعلمه من بعضنا، وهنشوف الطعم في الاخر، وهنشوف الطعم بقى رايهم ايه. انا اول مره اعملها لهم، هما متعودين يعملوها ازاي يا حبايب قلبي؟ بعملها لهم بالبيض والخضره ومتحمره في الزيت. حطي معلقتين سمنه كمان يا ام ادهم عشان اعمل الرز معاكم الشعريه.
عارفين يا حبايب قلبي. بصوا حطينا سمنه كتير برضه اهو. نسيح السمنه. الشعريه بتاعتنا، نزيد الشعريه بتاعتنا اهي. نعمل جنبها شويه رز ابيض وان شاء الله ان شاء الله هم يقولوا لي الطعم بتاعهم بقى. بس انا ايه، هي جميله هتعجبهم والله العظيم يا حبايب قلب ام ادم، هي هتعجبهم بجد. نحمر بقى الرز بتاعنا الشعريه. انا مش عارفه بقى التصوير بتاعي كده مظبوط ولا مش مظبوط يا حبايبي، مش عارفه. احنا نزلنا بمعلقتين سمنه ونزلت قدامكم بالبصلايه اللي انا مقطعاها قدامكم اهو. حمر البصلايه. انا قايله لكم يا حبايبي ما بحبش البصلايه ايه يعني قبل ما تخش في السوا كده. متنسيش ان احنا عندنا الرز الشعريه برضو نحمرها اهو. الشعريه ما تتحرقش مننا بقى، وحاجه حلوه وتترمي يا حبايب قلبي اهو. اعملوا جنبها بقى حبه رز بشعريه كده جمال عسل. مصطفى بص لي كده شوف الفيديو شغال. شغال وكل الباقي يعني باينه بالله عليك. ماشي يلا. ماما نعم. انتي السياحة ماما حطي لها ماشي. وطبعا احنا كلنا عارفين فايده القرنبيط يا حبايب قلب ام ادهم. ده عصير الطماطم هنزل بيه اهو يا حبايب. انا عامله جايبه كيلو طماطم زيها زي الخضار يا حبايب. انا بص برضو بعمل ايه، بلاحق الشعريه برضه عشان ما تتحرقش مني. ببقى بص شمال ويمين شمال ويمين عشان ما ننساش الحاجه على النار تبوظ خساره. حبايبي انتوا وحشيني جدا، ربنا يديكم نعمه في حياتي يا رب يخليكم ليا. وانا بصوا ربنا يبارك لكم زي ما بتقفوا مع اختكم ام ادهم. ربنا يديكم نعمه في حياتكم ويبارك لكم يا حبايب قلب ام ادهم، ويبارك لاولادكم يا رب. كل واحد بيدعمني يقف مع اخته ام ادهم. وانا قلت لكم انتوا عيلتي، انتوا عيلتي حبايبي ومش هكبر الا بيكم. وربنا يبارك نعمه في حياتي ويخليكم يا عيلتي. انتوا احلى عيله في الدنيا دي كلها. ربنا يزيدكم نعمه في حياتي يا حبايب قلبي. وفي ناس كده يلا بقى ربنا يشفي يعني يشفي كل بني ادم. في اللي بيحب ام ادم بيتفرج على ايه، بيتفرج على ام ادم مثلا عشان بتتكلم معانا يعني بصوا مش قادره اتكلم معاكم بس كل واحد يعني بيبقى عارف نفسه. انا مثلا لو حد بيكتب لي كلمه سلبيه او كده يا ريته ما يكتبليش الكلمه السلبيه، او مثلا حد بيتفرج عليا او يتريق او الكلام دوت. طبعا في ناس كتير من كده، في ناس كده لا ده بتطبخ مش عارفه ايه، لا مش عارفه ايه، لا انا الحمد لله اهم حاجه عيالي ما بتنامش جعان. انا دي عندي اهم حاجه. لو هعمل ايه اهم حاجه عيالي نفسهم قنوع. وعيالي يا حبايب قلبي انا معوداهم والله العظيم زي ما بقول لكم ولا يبصوا الحاجه مش بتاعتهم ونفسهم عزيزه عليهم. هنزل بالتوابل بتاعتنا الجميل. التوابل ايه يا ام ادهم؟ 2 ماجي، معلقه سكر، معلقه شطه، معلقه فلفل اسمر، معلقه اللي هي 7 بهارات اللي انا كنت جايبه البهارات معاكم في الفيديو اللي فات، ومعلقه ملح، واللهم صل على معلقه كمون. السكر ليه يا ام ادهم بقى؟ السكر يا حبايب قلبي علشان خاطر حموضه وما يبقاش حاجه حاميه عليه. طبعا السكر ده معروف وكل الناس حبايبنا احنا كلنا بنتعلم من بعض يا حبايب قلبي. بالله عليك يا مصطفى النبي ليلى بس خدي ادهم عني. ماشي يا حبايب قلبي. كده احنا عملنا ايه اهوت. هنزل اعمل ايه بقى؟ اللهم صل على النبي. ايه ده بقى يا ام ادهم؟ ديت قرنين فلفل رومي مقطعاهم حلقات زي ما انتم شايفين. فصين توم بيتحطوا في الاخر فاول القرنبيط بتاعنا ما يستوي. هتعملي ايه تاني؟ هقول لكم اهو. هفتح بس اشوف الميه بتاعتي. ايه يا مصطفى الموتور مش بسم الله الرحمن الرحيم. عايزة تشيلي حاجة في الثلاجة؟ استنى لا مش عايزه يا مصطفى. انا بس اغسل الرز كده حبايب قلب الرز بتاعنا اهو غسله.
هو نضيف على فكره، ما الكيلو ب20 جنيه. الرز ده بصراحه ما بنقهوش، بسم الله ما شاء الله هو نضيف اصلا. الفرق 2 جنيه بس والله العظيم. ابو 20 انضف. الفرق 2 جنيه من التاني، بس التاني بقى متعب، في بقى قش وفي طينه. الفرق 2 جنيه. لا نجيب الرز ابو نضيف ابو 20 جنيه، ما تنقهوش، ما بتنقاش خالص يا حبايبي. نعمل جنبها، وبتعمل جنبها رز ابيض، وبتتاكل بالعيش، وبتتاكل برز بشعريه وبرز ابيض عادي. هي عباره عن خضار. اي ست بيت كده معاها اطفال صغيره، طفلك ما بياكلش القرنبيط، اعملي يا حبيبه قلبي، فنني في مطبخك، فنني في مطبخك واعملي اللي انت عايزه تعمليه. اهو الرز بتاعنا الجميل اهو. انا حمرت الشعريه طبعا اهوت. هنزل بقى ايه، عامله الميه تحت شويه ميه كده اهو. انزل بقى الرز بتاعنا الابيض اهو. مفيش اسهل من الطبيخ يا حبايبي. انت لو ما بتحبيش المطبخ، لو انت ما بتحبيش المطبخ وما بتحبيش تطبخي ودخلتي تعملي حاجتك مش هتطلع حلوه. اهو يا حبيبه قلبي. اهو نعملي ايه يا ام ادم؟ هعمل ايه بقى؟ اطفي بقى الموتور عشان خاطر ما يسحبش كهرباء. نحط حبه ملح، شويه ملح صغيرين كده على الرز. تعملي ايه تاني يا ام ادم؟ ما جايه يا حبايبي تخلي طعم الرز حلو. بس كده اهو. ازود بس شويه ميه كمان. الرز بتاعنا كل ست بيت عارفه تظبط العجوه بتاعت الرز بتاعها ازاي يا حبايب قلب ام ادم. مش عارفه التليفون واخد زعلان مني يا حبايبي، التليفون زعلان مني مش عايز يجيبني كده، بصور خلفي والله. طبعا الغطا بتاعنا الرز بتاعنا خلاص. دايما اقول لكم العين دي بتضايقني، بس ايه عشان انا ما بشتغلش عليها كتير. بس دول طبعا نضاف، مش عايزين نكركب المطبخ. انا هشوفهم معاكم بحبه ميه. ايه جايه يا مصطفى؟ مصطفى بيبص لي يا حبايبي. طبعا انا مش عارفه بقى لو عايزه تفصل يعني. طيب ماشي. طبعا يا حبايب قلبي انا بحب اشوف نفسي ليه. بوريكم الحاجه باجي كده بالستاند معايا، معلش بقى معلش. بصي بصه كمان يا داش، بصي لي كده شغال. بصي يا حبايبي التسبيكه بتاعتنا اهو. منين اهو البوتاجاز بتاعنا حطينا التوابل بتاعتنا. تعملي بقى لما ادم تاني هنزل عليه بالميه، شفشق ميه، وهنزل عليه بصوا بالقرنبيط بتاعنا. بصوا انا سلقاه نص سلقه، معلقه كمون، معلقه سكر، معلقه ملح صغيره. سلقته نص سلقه يا حبايب قلبي، لازم تسلقيه نص سلقه علشان هو كميه الغذاء اللي فيه اللي في القرنبيطه نفسها ما تنزلش في الميه. لا احنا بقى ايه بنستفاد بالغذاء بتاعه ماشي. ما يا دوبك نص سلقه والله، ما تكملهاش. الميه تكون بتغلي وصفيتها كده. وبصوا ما هي هنزل بقى كده اهي. اهو يا حبايبي نحط عليها حبه ميه كده. خد شويه ميه كمان. بمسك الحنفيه دي بتنط مني يا حبايبي كده البتاعه دي. هتعمل ايه بقى يا ام ادم؟ هنزود لها الميه اهي. بس هتعيش مع حياتها هي بقى.
زيها زي الخضار، كل ست بيت عارفه طبعا. والرز بتاعنا على النار، والتكه الصغيره، فصين توم، قرنين فلفل رومي بيتحطوا في الاخر. بشطب كل حاجه معاكم عشان هي مطبخه مش مستاهله انا اتكتب مطبخي. انا مطبخي ايه صغير يعني مش ناقص كتاب. ربنا يوسعها علينا ويفكها علينا وعلى المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب، ويزيدكم نعمه في حياتي ويخليكم يا حبايب قلبي ام ادهم، وما تحرمش منكم ابدا يا رب. ولا باحلى لايكات كده لام ادهم، بالله عليكم تفعيل الجرس عشان ينزل لكم كل جديد مني يا حبايب قلبي. طبعا يا ام ادهم انت مش بتصوري لا يا حبايبي، انا في فيديوهات هتنزل، بس هو النت بس معلش يا حبايب قلبي ام ادهم غصب عني، غصب عني والله العظيم معلش يا حبايبي. ادعوا لابني رحيم بقى، بيدعوا له بجد معرفش تعبان قوي والله. كمان ايه يا حبايبي السكر بيمنع الغازات بالذات الكرنب، بيمنع الغازات وبيمنع كل حاجه وما يعملش حموضه. السكر ده يعني انتوا عارفين